تخيل معايا انت محكوم عليك بالاعدام وبقات لك 24 ساعه باش يطبق الحكم ديالك. في نظرك شنو هي الطريقه اللي غادي دير باش تقدر تعتق راسك وانت مسدود عليك بين 4 ديال الحيوط؟ اسمعوا معايا مزيان، هذه الحكمه تقدر تنفعكم في حياتكم، بالاخص الا طبقتوها في امر الواقع. هذا واحد الراجل دار بزاف ديال الجرائم اللي خلاه يتشد في الحبس، وبالاخص تحكم عليه بحكم الاعدام. من بعد ما دوز مده طويله في الحبس بقات ليه 24 ساعه باش يتنفذ الحكم ديالو. هنا جا عنده حاكم البلاد، جلس معاه في الزلزاله ديالو، بقى كيتصنت ليه. هذاك السجين بدا كيتوصل لذاك الملك، بدا كيحاول يقنع الملك باش انه يخفف عليه الحكم ديالو او لا يعفو عليه غير من حكم الاعدام ويدير به اللي بغى. هنا الملك خدا واحد القرار اللي جريء اللي ما يقدر حتى شي واحد اخر يتاخذه. غادي نعطيك واحد التحدي، والمده ديال هذا التحدي 24 ساعه اللي بقات لك باش يطبق عليك حكم الاعدام. الا نجحتي فيه انت حر، ولكن الا ما نجحتيش غيطبق عليك الحكم. قال ليه وسط هاد الزلزاله هادي كاين واحد المخرج، وهذا المخرج هذا الا لقيتيه انت حر، ولكن الا ما لقيتيش وجيت ولقيتك باقي في الزلزاله غادي يطبق عليك الحكم. هنا خرج الملك والحراس ديالو وخلوه بوحده. السجين بدا كيتساءل مع راساته، هاد الاعوام كامله اللي انا في السجن وفي هاد الزلزاله اللي دوزت فيها اكثر من 10 سنوات ما عرفش انه يقدر يكون هنا مخرج. السجين تحمس بزاف وبدا كيقلب على الحريه ديالو وسط دوك 4 ديال الحيوطه. دخل قلب في الطواليت، هرس الطواليت، ما لقى فيها حتى شي حاجه. مشى للماري وحيدو من بلاصتو، ولكن في الاخير كيلقى واحد الزليجه اللي كاينه تحت الناموسيه ديالو كتحيد. فاش حلها لقى دروج وبقى هابط 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 شويه ويكتشف انه كيدور غير في بلاصتو. السجن كيشبه السجن قار اللي كاين في مكناس اللي غادي نهضروا عليه في حلقه اخرى ان شاء الله. هنا السجين عيا بزاف وفقد الامل، هو يجلس باش يرتاح في واحد الدرجه، كيكتشف ان هذيك الدرجه فيها مخرج اخر. حل هذيك البلاصه وهو يضرب فيه واحد الشعه ديال الشمس، قال الله لقيت الحريه ديالي واخيرا وصلت للبلاصه اللي بغيت انا. لسوء الحظ ديالو لقى راسو في اعلى قمه في السجن، يعني الا بغى يخرج من السجن خصو ينقص، والا نقص غيكون المصير ديالو هو الموت. هنا السجين فكر وخدم عقله مزيان، قال مادام لقيت مخرج لهاد البلاصه الا وكاين مخرج لبلاصه اخرى. السجين رجع لدوك الدروج وبدا كيقلب، وبصح لقى مخرج اخر، غير هو كان مضيق بزاف وكان كيسمع فيه الصوت ديال البحر. وهنا السجين بقى تابع الصوت، كلما كان كيزيد القدام كلما الصوت كيزيد يجهد وكيزيد عنده الطموح والامل باش يزيد القدام. وفي الاخير كيكتشف ان داك المعبر مسدود بقضبان ديال الحديد، ولقى بصح البحر ولقى الناس كتعوم، ولكن المشكل هو انه بدا كيتسالى ليه الوقت باش يزيد يقلب اكثر وفقد الامل. وهنا السجين رجع للزلزاله ديالو، بدا كينتظر الملك باش يجي. من بعد ما وصل الوقيته ديال الحكم ديالو الملك جا عنده الزلزاله وسولو باعجاب واش انت باقي هنايا؟ كان كيصحاب ليا غنلقاك خرجتي ومشيتي. هنا السجين قال للملك انت كذاب وكذبتي عليا بلي انه كاين مخرج في الزلزاله، والمخرج اللي كنلقاه ما كنلقاش عنده الحد. 24 ساعه وانا كنجري وكنقلب، ساعه ما لقيت حتى شي حاجه. هنا الملك دار واحد الضحكه وفيها واحد النسبه ديال السخريه، قال للسجين انا فاش عطيتك التحدي خرج وخليت الباب مردود ماشي مسدود، وحتى من الحراس ما خليتهمش حدا الباب. ساعه انت تلهيتي في بزاف ديال الحوايج اللي ما عندهمش الحد وخليتي ابسط طريقه اللي تخرج منها اللي هي الباب. كنتي غادي تنجى بحياتك وتنجى من حكم الاعدام. وفي المجتمع ديالنا ديال دابا ولاو امثال ديال هاد السجين بزاف الناس عندهم بزاف ديال الحوايج اللي ما كاينينش عند ناس اخرين، ولكن هما ما كيشوفوهمش، كيقلبوا على حوايج اللي مجهوله المصير. الحكمه من هاد القصه هو ان الانسان يشوف غير حداه ويبدا بداكشي اللي عنده، وما تخلي حتى شي حاجه اللي تلهيك على الاهداف ديالك او الحلم ديالك. كان معكم خوكم مصطفى. الا كان كيعجبك المحتوى ديالي دعمني في القناه ودوز عندي الفيسبوك. تهلا.